السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم متعودين وطلبتم التويوتا اوربان كروزر 2024، فسبق ونزلت لكم المواصفات الخاصة بيها واسعارها، والحمد لله الفيديو عجبكم. وبناء على كده طبعا هكلمكم النهاردة على الفرق ما بين فئتين ما بين نفس السيارة، وهي الفئة الاولى الجي ال والفئة التانية الجي ال اكس. تعالوا نشوفوا ايه هي الاختلافات وايه هي الحاجات اللي بتتفق معاها. ما تنساش شكلك كده يعني ممكن ما تكونش عملت اشتراك في القناة قبل كده، فتفضل اشترك معانا وفعل اول جرس عشان تقدر توصل لك كل حاجة جديدة. وتفضل اعمل لايك للفيديو عشان تقدر تشجعنا وغيرك كمان يشوف الفيديو، وممكن تعمل شير لاصحابك. في البداية طبعا هنقوله بسم الله الرحمن الرحيم ان السيارتين بيتفقوا في عدة مواصفات مختلفة. اللي بيتفقوا فيها ان الاتنين بياخدوا بنزين، ونفس حجم المحرك 1.5 لتر 4 اسطوانات، ونقل الحركة اوتوماتيك. وكمان قوة المحرك في الاتنين واحدة 101 حصان. انا مش بقول لكم الحاجة واسكت، كمان بقول لكم الرقم عشان لو انتم مش عارفين تعرفوا. سرعة الفتيس او الجير بوكس او نقل الحركة 6 سرعات. والاستهلاك للوقود ان اللتر بيخلي السيارة تسير لمسافة 19.8 كيلومتر. وطبعا السيارتين او الفئتين دفع امامي. من ناحية عوامل الأمان، الاتنين فيهم 4 وسائد هوائية وفيهم حساسات خلفية. ولكن أول اختلاف وهي الكاميرا اللي موجودة في السيارة. الفئة اللي هي الجي ال اللي تعتبر طبعا أرخص من الجي ال اكس بينزل فيها كاميرا خلفية فقط. أما الجي ال اكس فكاميرا 360 درجة. بيتفقوا بقى في عدة إضافات تانية زي مانع الاصطدام في الفرملة التلقائية، فيها تقنية دعم المكابح، فيها مراقبة ضغط الإطارات وانت قاعد جوه السيارة قدام المقود، فيها نظام حماية من السرقة اللي احنا بنسميه الإيموبلايزر، فيها تحكم في الثبات مع نظام المساعدة في المرتفعات. طبعا عدد الركاب 5، ومقاس الجنود والعجلات 17 بوصة، وفيها إضاءة من الليد. ولكن من تاني الاختلافات اللي بنتكلم فيها أساسيا إن الجي ال ما فيهاش سقف بانوراما، ولكن الجي ال اكس فيها سقف بانوراما. بجانب إن الجي ال فيها مقعد مخمل وشاشة ترفيه، ولكن الجي ال اكس فيها عرض معلومات على الزجاج وشحن لاسلكي ومقاعد جلد، والثلاث حاجات دول مش موجودين في الفئة الجي ال. ولكن الاتنين بيتفقوا إن فيهم شاشة ترفيه. طبعا من اقوى برضو الاختلافات اللي موجودة ما بينهم ان الفئة الجي ال فيها 4 سماعات او 4 مكبرات صوت. الجي ال اكس بتزيد بيصبحوا 6 سماعات. الاتنين فيهم يو اس بي وبلوتوث وابل كاربلاي ومكيف اوتوماتيك ومرايات جانبية كهربائية، وفيها نوافذ كهربائية مع زرار تشغيل المحرك ونظام تثبيت السرعة وفتح السيارة بالريموت. واخيرا قبل ما اخلص اتاكد ان انت عملت لايك واشتراك في القناه عشان تقدر توصلك كل حاجه جديده مننا. وما فيش كده كومنت حلو منك يا ريت. اول فئه جي ال سعرها 80,270 ريال. الفئه التانية الجي ال اكس 89,470 ريال.